بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة زملكاوية، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. طاقم تحكيم تركي لمباراة الزمالك والأهلي غدا في السوبر المصري. طاقم تحكيم تركي اسمه الخليل أمود تقريبا، الحكم اللي هيدير نهائي السوبر المصري بين الزمالك والأهلي في الإمارات غدا. اثبت وجودك باللايك يا غالي، نتمنى تستجيب لللايك، تعمل اللايك والاشتراك في القناة وتصلي على حبيبك محمد. يعني نتمنى عشان يوصلك كل جديد في القناة لازم تعمل اللايك، مش هياخد من حضرتك ثانية بالظبط. تعالى نخش في موضوعاتنا على طول. خلاص، طاقم تحكيم تركي لإدارة نهائي السوبر المصري بين الزمالك والأهلي. اللقاء اللي هيقام غدا الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت الإمارات. ماتش الثالث والرابع بيراميدز وسيراميكا هيكون الساعة 2:30 العصر. إنما الزمالك والأهلي تاني عشان الناس متلخبطة في التوقيت، المباراة هتقام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت الإمارات. يبقى احنا هنتفرج على الماتش. هيبدأ امتى؟ 5:30. طيب، موقف المصابين بنتائج الدباغ بزيرة. هنقول لك الموقف كالتالي لمباراة غدا. توقع النتيجة، وقول توقعك في تعليق. شايف الزمالك الأقرب لحصد لقب السوبر؟ قول توقعك. شايف الأهلي الأقرب لحصد لقب السوبر المصري؟ قول توقعك في تعليق. نتمناها زملكاوية، نتمناها سوبر زملكاوي بخطين حمر بإذن الله، نتمناها هكذا يعني. موقف الثلاثي المصاب وموقف مصاب الأهلي هقولهم برضو بكل حيادية وبكل يعني أصل دي معلومات، يعني مش محتاجة إن احنا لا، هنقول الحقيقة. بنتائج فرصته في المشاركة ضعيفة. عدي الدباغ يعني أكتر فرصته في المشاركة من بنتائج. خوان بزيرة ما حضرش المران الجماعي النهارده. يعني ايه ما حضرش المران الجماعي اللي كان من نص ساعة تقريبا؟ ما شاركش في المران الجماعي واكتفى بس بالتأهيل. يعني كده خوان بزيرة بره لقاء الأهلي والزمالك بكرة، مش هيكون موجود للأسف. تاني، بنتائج ممكن عدي الدباغ ممكن يشاركوا، ممكن بنسبة ضعيفة، ممكن وارد. انما اخوان بزيرة ما شاركش. هل دي تكون مناورة علشان معسكر الأحمر يتأكد ان بزيرة خارج القمة؟ ولا احنا طبعا نفسي طبعا ان بزيرة يكون موجود اساسي، لان بزيرة لعيب كبير، لعيب فاكهة الزمالك، يعني ده نجم الشباك في الزمالك بلا منازع. لكن في التمرين الاخير اللي شفنا فيديوهات ليه، في التمرين الاخير قبل الدخول في المعسكر المغلق، كان عبد الرؤوف بيدي تعليمات لتشيكو بانزا. ومركز قوي على تشيكو بانزا، بوجه له تعليمات. يعني تشيكو بانزا هيكون اساسي، وكده ناصر ماهر مكان اخوان بزيرة في الناحية التانية. وفي نص الملعب هقول لك التشكيل دلوقتي، لكن انا بقول لك موقف المصابين. فبنتايج نسبته ضعيفة في المشاركة. عدي الدباغ نسبته اكبر شوية من بنتايج، لكن سيف الجزيري هيكون اساسي بكرة. وممكن
يعني دماغ احمد عبد الرؤوف محدش يعرفها، ممكن يدفع بعمرو ناصر راس حربة، ممكن يدفع بعمرو ناصر راس حربة، فهنشوف. فنيجي للتشكيل الاساسي او المتوقع. عندنا محمد عواد في حراسة المرمى، قدامه محمد اسماعيل الونش، عمر جابر فتوح، في نص الملعب احمد ربيع، محمد شحاتة، قدامهم عبد الله السعيد، مكان اخوان بزيرة هيكون ناصر ماهر، تشيكو بانزا، وسيف الجزيري او عمرو ناصر، واحد من الاثنين. ده التشكيل المتوقع بنسبة هنقول 99%. 99%. ده تشكيل متوقع من وجهة نظرنا، يعني مش هيكون في تغيير 1%. موقف المصابين في الاهلي على الجانب الاخر، محمد علي بن رمضان جاهز، محمد شريف جاهز رسمي، امام عاشور لسه، بقول لك بكل حياديه. يعني محمد بن رمضان جاهز يلعب اساسي بكره، محمد شريف جاهز يلعب اساسي بكره. محمد شريف كان غايب بسبب الاصابه الفتره اللي فاتت. جراديشار جاهز، الوحيد اللي غايب عن الاهلي هو امام عاشور، ودي لعدم الجاهزيه، بيتمرن وبتاع، لكن الراجل اتكلم حتى عنه في المؤتمر النهارده تروب، والاخبار اللي جايه من معسكر الاهلي ان امام عاشور ممكن يكون على الدكه، ممكن يطلعه بره السكور خالص، لكن اللي اتاكدنا انه جاهز ممكن يشارك اساسي بكره بالرمضان. وبالرمضان لاعب تقيل خد بالك، ومحمد شريف جاهز لمشاركه اساسي، وجراديشار. فتشكيل الاهلي المتوقع بنسبه 99% برضه هقوله لك. اتمنى تعمل اللايك كده، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. الشناوي في حراسه المرمى، محمد الشناوي، قدامه في الدفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي، محمد هاني باك رايت، كوكا باك ليفت، احمد نبيل كوكا. في وسط ملعب الاهلي مروان عطيه، اليو ديانج، وقدامهم محمد علي بن رمضان. الاجنحه عند الاهلي زيزو وتريزيجيه، كده بن شرقي هيقعد على الدكه. وراس الحربه جراديشار ولا شريف، بس انا بقول لك شريف، محمد شريف اللي هيكون راس حربه الاهلي بكره. ده تشكيل الاهلي بنسبه 99%، برضه زي ما قلنا تشكيل الزمالك بنسبه، وحاسبني على الكلام ده بكره في الماتش. انا سايب 1% هنا و1% هنا للظروف. في كلام انه حسام عبد المجيد اتصاب في التمرين الاخير، كده كده حسام عبد المجيد اللي هيلعب اساسي هو الونش ومحمد اسماعيل كامبو. فطبعا ان كان انصاب محمد حسام عبد المجيد الف سلامه عليه، يعني لسه مش متاكد من المعلومه قوي، لكن في كلام انه اصيب في المران الاخير، جاله شد. لكن عندنا الونش وعندنا محمد اسماعيل وفي صلاح مصدق، والف سلامه على حسام عبد المجيد. طيب ده موقف المصابين في الاهلي وموقف المصابين في الزمالك، والتشكيل المتوقع هنا والتشكيل المتوقع هنا. حضرتك شايف التشكيل اللي انا حطيته هنا او هنا، عايز تعدل عليه براحتك، وجهة نظرك، قول توقعك، حط التشكيل الامثل بالنسبه لك في تعليق. لكن ده التشكيل على حسب حاله اللعيبه، سواء في المعسكر الابيض او المعسكر الاحمر. والكلام ده هتلاقيه بقى مع مدحت شلبي ومع مهيب عبد الهادي ومع سيف زاهر ومع ابراهيم عبد الجواد ومع الناس كلها. صلي على حبيبك محمد واعمل اللايك والاشتراك في القناه. اخوانا بزيرة كان نفسي يبقى موجود بكره اساسي، كان نفسي، ان اخوانا بزيرة لاعب تقيل، لكن قدر الله ما شاء فعل. الاصابه يعني دي حاجه بتاعت ربنا، قضاء الله وقدره، يعني الاصابه دي فمحدش في دي حاجه. فان شاء الله
الزمالك بمنحدر. ويا ناصر يا ماهر هقول لك كلمة واحدة، انت حاسس انك اتظلمت، واحنا شايفين انك اتظلمت في عدم استدعائك للمنتخب. رد بكرة في الملعب، رد. انا مش كنت عايزك ترد النهاردة على انستجرام وتنزل بيان، انا كنت عايزك ترد في الملعب وتقول لحسام حسن انا اهو موجود. انت تستحق انك تكون في المنتخب، انا شايف دي وجهة نظري. لان بصراحة حسام حسن مزودها على الاخر. حسام حسن بياخد لعيبة ما بتلعبش، ما بتلمسهاش، تتمرن بس. فعيب، عيب يا حسام يا حسن. احنا كلنا بننادي بيك انك تمسك المنتخب، انما ما تزودهاش بقى. يعني ده انت بتاخد لعيبه بتتمرن بس في انديتها، ما بتنزلش 3 دقايق وضممها للمنتخب. على اساس ايه؟ مجامله؟ واسطه؟ كوسه؟ مهلبيه؟ فيا ناصر يا ماهر ارمي حمولك على الله، ارمي حمولك على الله، ورد بكره في الملعب على حسام حسن وابراهيم حسن والمطبلاتيه دول. ارمي حمولك على الله ورد عليهم في الملعب. دي وجهة نظري. ما تردش على الانستجرام، لا رد في الملعب، هتحرجهم والله. وربنا معاك، وربنا دايما بينصر المظلوم. خلاص، دي رسالة كده لناصر ماهر علشان زعله من عدم انضمامه لمنتخب مصر. لان منتخب مصر ده مش حكر على حسام حسن ولا حكر على حد، ده منتخب مصر. شرف لأي حد انه يرتدي تيشيرت منتخب مصر. طيب، قد يكون هناك مفاجآت بقى. احمد عبد الرؤوف يفاجئ طرب، طرب يفاجئ عبد الرؤوف. مفاجآت في التشكيل، مفاجآت بأوراق رابحة، مش عارف ايه. لكن بقول لك طبعا الماتش بكره 90 دقيقة. لو انتهى بالتعادل السلبي هنلجأ لوقت إضافي نص ساعة على شوطين. لو انتهى بالتعادل الوقت الإضافي بنلجأ لركلة الترجيح في الآخر. طبعا انتوا عارفين القصة دي. فربنا يسهل ويكون بإذن الله الفوز من نصيب الزمالك بهذه البطولة بإذن الله، بإذن الله. جوميز قلنا قصته، مش عايز أحكي كتير في جوميز. جوميز على طول اسمه مرتبط بالزمالك، في قضايا الفيفا، في وقف قيد، في انه يدرب الزمالك. انا وجهة نظري زي ما قلت لك، ادي الفرصة لاحمد عبد الرؤوف، ده ابن بار من ابناء الزمالك. وفر له اتموسفير، خلي الاتموسفير اللي حواليه يعني المناخ مهيئ مناسب، هيئ له المناخ ده. هات له صفقات في يناير، ايوه هات له صفقات في يناير، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرم، ربنا هيكرم باذن الله. طيب، ده بالنسبه لمفاجاه ممدوح عباس زي ما قلت لك. والمكافاه للعيبه، كسبوا الاهلي هتلاقي ما يسرك. ده ممدوح عباس بيقول للاعيب الزمالك كده، اكسب الاهلي هتلاقي ما يسرك. هات البطولة، شيل البطولة. كابتن الفرقة عمر جابر يشيل كاس السوبر وهو جاي، هتلاقي ما يسرك. هتلاقي في حساب كل لاعب 100,000 جنيه مكافأة من جيب ممدوح عباس. قلت لك ثنائي الاهلي، لاعب اجنبي ولاعب مصري في الزمالك. قلت لك مهاجم، ركز معايا الدقيقه دي بالله عليك، مهاجم افريقي السوبر في الزمالك في يناير القادم. انت بتقول هيجي الزمالك صفقات في يناير والزمالك موقوف كده؟ انا قلت لك القيد هيتفك،
مش مصدق براحتك، هتلاقيها قدام عينيك. وهفكرك اقول لك فاكر لما قلت لك القيد هيتفك وهنجيب صفقات؟ فاكر؟ ففي مهاجم سوبر افريقي تقيل، في ثنائي اهلي، واحد اجنبي وواحد مصري، في كمان حامد حمدان اوعى تنسى، في مصطفى فتحي اوعى تنسى. دي كلها لعيبه هتطرق باب الزمالك في يناير القادم. السلام عليكم.